بسم الله الرحمن الرحيم. الشقة أول ما بنخش بنلاقي ريسبشن صغير كده اهوت، دي اللي هي ال 130 متر وال 135 متر هيبقى فيها حمام، وبعد كده البلكونة هنا اهوت بتطل على شارع جوهر. العمارة اللي تحتنا ديت هتطلع، لكن هيبقى ده حدودها، وهتبقى الحته ديت هي المكشوفه بالنسبه لنا. ده بالنسبه لو احنا خدنا الشقه ديت، لكن لو خدنا الشقه اللي جنبها هتبقى مفتوحه خالص. عموما التشطيب هيبقى عندنا هنا اهوت سلم 3 درجات، وده المطبخ، وفي غاز طبيعي دخل العماره، وده السيراميك. دي شقه في الدور السادس زي الشقه اللي هي في الدور الخامس بالظبط. ده حمام، وبعد كده فيه اوضه كبيره 3 في 4.5، وبعد كده اوضتين تانيين. دي اوضه ليها بلكونه نفس الطله بتاعت الاوضه الثانيه، يعني 3 اوض نوم مقفولين. الاوضه ديت صغيره شويه وفيها حته هنا ممكن تتعمل ابلكار دولاب، وهي باصه بقى على محطه الترماي وشارع ابو قير، والواجهه بحريه طبعا، احنا كده البحر في وشنا. دي محطه الترماي ودي شارع ابو قير، ودي البلكونه بتاعت الاوضتين، يعني كل اوضه ليها بلكونه. طبعا محطه البنزين ديت يعني من الصعب ان هي تتبنى، والله اعلم. فالعماره واجهتها بحريه، ودي اهم حاجه في الموضوع، ان فيها هواء جامد قوي داخل فيه. دي الشقه اللي هي 130 متر. في شقه اللي هي بقى الناحيه الثانيه، وده اللي هقول لك عليه الفرق يا استاذ. اللي هي الشقه الثانيه يفرق عنيها ان هي حاجتين، ان هي ليها حمام ضيوف اللي هو ده. الشقه الثانيه احنا دخلنا الشقه الثانيه المقابله ليها في نفس الدور، ليها حمام ضيوف هنا، وان الواجهه بتاعتها البلكونه بتاعتها زي ما انت شايف كده، البلكونه بتاعتها بتبعد عن العماره بقى اللي تحت اللي بتتبني دي، وهتبقى واجهتك كلها الناحيه دي كده. لكن هي برضو نفس المساحات، 3 اوض نوم وكل حاجه. بس وشقه معروضه للبيع، وفي اسانسير جديد. شكرا والى اللقاء. عينك لإدارة الأملاك، حسين أبو شعب.